عام 1881 وقع استعمار تونس من قبل فرنسا. باختلاف اللغة الفرنسية والظلم الاستعماري، فرنسا من خلال اختلاطها مع الشعب التونسي جابت معها ثقافة جديدة للبلاد. كرة القدم. كرة القدم في الأول كانت حكر على الفرنسيس والأوروبيين، وتونس كانوا يلعبوا في الشارع بدون تنظيم. كانها بعد تحول رياضة رسمية في البلاد. تاريخ 23 مارس 1924 بدا أول ضربة في العالم العربي والأفريقي في تونس. شنو هو الديربي؟ لازم نرجعو 3 سنوات. رجل رياضي تونسي اللي يلقبوه شيخ الأندية التونسية، أسس في 15 جان في 1919 حي باب السليقة في تونس العاصمة. التأسيس هذا كان في مقهى الترجي، وكان النادي رمز للمقاومة التونسية ضد الاستعمار الفرنسي. اللاعبين الأوائل كانوا توانسة مسلمين، وكان النادي يجمع بين الرياضة والنضال الوطني. اللون الأحمر والأصفر جاء من علم تونس الجديد، شعاره في الهلال والنجم يعبر على الهوية العربية الإسلامية. أما النادي الإفريقي أسس في 4 أكتوبر 1920 عام بعد الترجي حي باب الجديد، وزاد كان رد فعل على التمييز الاستعماري خاطر النوادي الفرنسية وقتها كانت ترفض التوانسة. النادي الإفريقي اختار اسمه ليعبر على روابط الإفريقية. اللون الأحمر والأبيض مستوحى من عالم تونس. الناديين كانوا يمثلوا طبقات اجتماعية مختلفة شوي. الترجي كان أكثر شعبية في الأحياء الشعبية، والإفريقي في الأحياء الأكثر رقيا، لكن الاثنين كانوا رمز للوطنية. في زمان الحماية الفرنسية كانت كرة القدم أداة التعبير عن الهوية. النوادي التونسية كانت تلعب في دوريات محلية تحت إشراف الاتحاد الفرنسي، لكن التنافس بين الترجي والإفريقي بدأ يتشكل تدريجيا. والاستقلال كانت المباريات تلعب في ملاعب بسيطة كيف الملعب البلدي بأريانا ولا ستاد تشارلز هنري كاتشيلو. الدربي الرسمي الأول بين الترجي والإفريقي كان في 23 مارس 1924 ضمن الجولة الخامسة من رابطة تونس لكرة القدم موسم 1923-1924. المباراة كانت في دوري الدرجة الثانية. الافريقي انضم للترجي في الدوري هذا، وانتهت المباراة فوز الافريقي 3-0 على الترجي في الملعب البلدي بأريانا. الفوز هذا كان بداية التنافس اللي باش يستمر القرن كامل. في البداية المباريات هذه كانت ماشي منظمة، أما مع الوقت الدربي هو حدث كبير. أول دربي في الدرجة الأولى كان في 26 سبتمبر 1937 ضمن الجولة الثانية، وانتهى بتعادل 1-1. بالاستقلال لعب الفريقين 36 مباراة، فاز الترجي في 17، الافريقي في 9، وتعادلوا في 10. الترجي كان مسيطر، لكن الافريقي كان يفوز في مباريات حاسمة. واحدة من أبرز المباريات قبل الاستقلال كان في 1955 وقت اللي انسحب من لاعبية الترجي في الدقيقة 85، بينما الافريقي متقدم 2-0 احتجاجا على قرارات الحكم اللي كان يمثل الاستعمار. بعد الاستقلال التنافس اشتعل. بعد استقلال تونس في 1956 أسست الجامعة التونسية لكرة القدم، بدأ الدوري التونسي المحترف. الدربي صار جزء أساسي من البطولة. أول دربي بعد الاستقلال كان في موسم 1955-1956 فاز الافريقي 2-1، لكن الترجي فسع ما سيطر خاصة في الستينات والسبعينات. بالإجمالي حتى اليوم لعب الفريقين حوالي 194 مباراة رسمية في جميع البطولات: البطولة التونسية، كأس تونس، كأس السوبر، كأس الرابطة. فاز الترجي في 51، الافريقي في 30، وتعادلوا في 47. الترجي سجل 180 هدف والافريقي 142. اكبر فوز للترجي كان 6-0 في 1961. اكبر فوز للافريقي 5-1 في 1985، 5-2 في 1972. واحدة من اشهر المباريات كان في كأس تونس 1970 اللي فاز الافريقي 1-0 بهدف منصف الخويني. اما في البطولة في الدربي رقم 130 في 2018 كان الاكثر اثارة، فوز الترجي بهدف من الفرجاني سيسي بركلة الجزاء. السنوات الأخيرة كما دربي 2025 كان الترجي مسيطر، لكن الفريق ديما يعاود يقوم بقوة. الدربي أنجم نجوم كبار وأقوى لاعبين شاركوا فيه على مر التاريخ، من الترجي طارق ذياب اللي هو يعتبر أسطورة حقيقية وسجل أهداف حاسمة في السبعينات، شارك في 29 دربي يعني أكثر لاعب مشاركة مع الترجي. زاد نبيل معلول لعب 26 دربي، 24 مع الترجي و2 مع الافريقي، ودرب النادي بعدها. هو من اشهر اللاعبين اللي يعرفوا الدربي من الجانبين. يسيفر شوفي برشا حاجات، ونبيل معلول مش حكينا اكثر على الدربي خاطر نبيل كمدرب، نبيل كلاعب يعرف الترجي، يعرف النادي الافريقي، دونك ممكن من اكثر اللاعبين نجموا يحكيوا على اجواء الدربي وشنو يستنى في زوج فرق في دربي نهار الاحد 3 ابريل. اول دربي لنبيل معلول تتذكروا؟ هي بطبيعة الحال كانت باش تكون المباراة الأولى متاعي سنة 81. ترجي النادي الإفريقي جاونا الصباح قالوا لنا روسي حسان الله يرحمه توفى، حسان بالخوجة اللي كان رئيس الترجي في ذلك الوقت. تأخرت المباراة وليت لعبت المباراة الأولى الملعب التونسي، وبعد ذلك لعبت مباشرة مباراة النادي الإفريقي. أحسن دربي في تاريخك؟ ممكن أحسن دربي ممكن يبقى الدربي الأولاني بدون صغير، معناها ما زلت ما عملتش 19 سنة، ممكن يكون أول أحسن دربي بالنسبة لي أنا.
كلاعب سنابيل لعبت مرول الترجي، مرول النادي الافريقي، سورمون لعبت الدربي يعني بمرول الترجي رياضي تونس، لعبت دربيات مرول الكلوب. ايه لعبت شنو؟ باهي انا واحسن، انا هو الخير، انا هو اللي حسيت لقيت فيه روحك اكثر. هذاك عباره سؤال ماما خير بوك ولا امك؟ لا هذا تصرف خويا. لا لعبت انا مانيش من الناس اللي معناها طرق ملتويه، الناس كل تعرف اللي انا مكشخ معناها هذا بدون ادنى شك. انا صغير نمشي نشجع في الترجي الرياضي التونسي ونحب الترجي الرياضي التونسي، لكن لما لعبت بالنادي الافريقي لعبت بكل روح، لكن يبقى مريول الترجي الرياضي التونسي هو مريولي بدون ادنى شك. والاقوى شاد العويني اللي سجل 7 اهداف، خالد بن يحيى 27 دربي. اما الافريقي حماد العقبي يلقب بالاسد، وصادق ساسي عتوقه اللي هو يعتبر احد اعظم الحراس في تاريخ تونس. ريفيلينو قصة مباشرة، هاي لا ياسر، هاي لا ياسر، قصة مباشرة، هاي لا ياسر من عتوقة. ريفيلينو وعتوقة، عتوقة إذا في تجرح شوية في القصة هذه باش نعاودوا نشوفوها من جديد لمكان آخر. شوفوا عتوقة كيفاش رجع، نعاودوا نشوفوا كيفاش تاح عتوقة، تاح على وجهه بالضبط. مراش حارس آخر في تونس ينجم يعوض هذا الحارس الكبير اللي في الحقيقة حب يظهر أيضا للفريق البرازيلي أن في تونس وفي إفريقيا يوجدوا لاعبين عندهم قيمة دولية لبس بها. ماذا بيا نشوفوا من قريب الحارس اللي دخل، غازي يظهر لي، غازي نتاع النادي الرياضي البنزرتي. لعب 27 دربي وهو الاكثر مشاركه مع الافريقي قبل ما يتقدم عليه وسام بن يحيى برأس 30 دربي. من الاقوى هدفيا حسن بعيو اللي سجل 9 اهداف، اكثر هداف في تاريخ الدربي. والهاد البياري 6 اهداف، حتى الاجانب شاركوا بقوه كيما الغاني هاريسون افول 13 دربي مع الترجي، والكاميروني يانيك ديجينغ 4 اهداف، والايفواري كانديا تراوري 4 اهداف. مدربين كما فوز البنزرتي درب الاثنين وزاد لمسات تكتيكيه للفريقين. بالنسبه لي معناتها الدربي انا نعتبر ديما مقابله عاديه معناتها، لكن كنا متوقعين معناتها ان معناتها طيله الاسبوع معناتها وفي عده مباريات. اول حاجه نحضر لاعبين نفسانيا معناتها على جميع المستويات. الثمانينات كانت المباريات معبية بالاثاره كما دربي 1986 1987 اللي فيه 1-1. اللاعبين كانوا يحسوا بضغط كبير وقتها خاطر الفوز في الدربي يعني الفوز بالبطوله. اقتصاديا الدربي حرك المدينه، الفنادق تتعبى بالجماهير اللي تجي من الداخل والخارج، المطاعم والمحلات تبيع اكثر، والسياحه الرياضيه تزيد، يعني تاثير ايجابي على الاقتصاد المحلي. لكن احيانا الشغب يعمل خسائر كما اصلاح الملعب والعقوبات. لكن عامه الدربي هو استثمار رابح يعزز صوره تونس كبلد كره قوي. الدربي مش بركه رياضه، هو جزء من الهويه التونسيه. في زمن الاستعمار كان رمز للمقاومه، بعد الاستقلال صار يعكس الوحده الوطنيه مع تنافس صحي. الجماهير تنقسم، الترجي عنده جمهور واسع في العاصمه والشمال، والافريقي في الاحياء التاريخيه. بالاضافه للترجي والافريقي تونس غنيه بجمعيات رياضيه اخرى ساهمت في تاريخ الكره. نجم الرياض الساحلي تاسس في 11 ماي 1925 في سوسه، وهو واحد من اقوى النوادي، هذا 10 ألقاب بطولة، وكان أول نادي تونسي يفوز بدوري أبطال أفريقيا في 2007. نجم يمثل الشرق التونسي واللون الأحمر والأبيض. نادي صفاقسي تأسس في 1928 لكن جذوره من نادي السكك الحديث 1920. حز 8 ألقاب بطولة، فاز بكأس الكونفدرالية 3 مرات ويتلقب بالأسود والأبيض. نادي البنزرتي تأسس في 12 جويلية 1928 في بنزرت، حز 4 ألقاب بطولة. حملنا الف أسس في 1920 واللي كان أول بطل بعد تأسيس الجامعة في 1957. النوادي هذه كلها ساهمت في صنع تاريخ الكرة التونسية اللي بدأت في 1907 مع نوادي فرنسية. في الإجمالي 9 نوادي هزت البطولة من 1956. الترجي أكثر من 30، الأفريقي 13، النجم 10، صفاقسي 8، البنزرتي والملعب التونسي 4 ككل. الدربي التونسي اليوم هو قلب الكرة عندنا، من 1924 حتى اليوم هو قصة تنافس، إنجازات وذكريات. سواء كنت مكشخ ولا زنطور، دربي يجمعنا كتوانسة. مع الجمعيات الأخرى كما النجم الساحلي والصفاقسي الكرة التونسية تبقى قوية. شكرا للاستماع ونشوفكم في فيديو قادم. بالنسبة لتشكيلة الاحتياطيين ثم صلاح الدين الفاسي، هذه البياري الآن، هذه البياري يمشي فيها الرويسي داخل منطقة الرويسي يخلص والميري دخل الكرة الركنية. تعرف التاريخ، تعرف كيس كيلا فيه مع الترجي وكومبيان دي تيتر هي مع الترجي وفوز بالذات وقت الجاء في عام 2014 في مباراة الإياب في ملعب المنزه، يوم هاني يعقوبي هو من سجل الآن ركلة